وعلى بعد كام نظرة من أهرامات الجيزة، على بعد كام حبة رمل من أهم عجائب الدنيا السبع، بينشد المتحف المصري الكبير أنشودة من أناشيد الحضارة المصرية القديمة، بيعانق الشمس والماضي والحاضر، وبيسافر بينا عبر الزمن علشان نعرف قد إيه إحنا أصحاب قامة تطول نجوم السماء. أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا ومن المتحف الكبير، المتحف المهم، من أمام تمثال رمسيس الثاني. يا تمثال رمسيس الثاني ورحلته الكبيرة. نبدأ يمكن حلقتنا النهارده يا دكتور استاذ يسري، اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك في المتحف المصري الكبير، مشرفينا. وحضرتك المتحف المصري الكبير ده معناه اننا امام، يعني ده الجزء بس اللي المتاح دلوقتي، لكن احنا كمان كام شهر ان شاء الله يبقى عندنا ان شاء الله باذن حاجات كتيره. ايه الحاجات الكتيره بقى؟ احنا عندنا طبعا لو اتكلمنا بدايه من المتحف، عندنا المسله المعلقه خاصه برضو بالملك رمسيس الثاني، اللي هي جت من صان الحجر مكسره الى عده اجزاء، والحمد لله تم تجميعها وترميمها عشان تكون اول بالظبط، عشان تكون اول مسله معلقه على مستوى العالم. يعني ايه مسله معلقه؟ ان المسله لما جت كان في اسفل البدن بتاع المسله كان في خرطوش خاص بالملك رمسيس الثاني. المسله لما وقعت في صان الحجر تم الكشف عن هذا الخرطوش لما جه هنا، فهنا جاءت الفكره ان الخرطوش اللي ظل الاف السنين مختفي عن الناس لازم الناس تشوفه دلوقتي طبعا. بفكره مصريه صميمه، فكره اللواء المهندس عاطف مفتاح اللي هو المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، قال ان احنا لازم نظهره للناس ونعلق المسله على 4 أعمدة بحيث ان الزائر يدخل تحت هذه الأعمدة ينظر الى اعلى يلاقي خرطوش الملك رمسيس الثاني. ومن الحاجات برضو الجميله اللي اتعملت في المسله ان القاعده الرئيسيه اللي هي من الجرانيت اللي كانت بيقام عليها المسلات ايام المصري القديم، جبنا برضو القاعده واتحطت في فاترينه عرض. حضرتك بتبقى باصص للارض، بتبص تلاقي القاعده الجرانيتيه الخاصه بالملك رمسيس موجوده في فاترينه عرض، وبتبص بتلاقي الخرطوش. هنا جاءت فكره المسله المعلقه. كلام جميل. ده كده دي الوحيده في العالم. دي الوحيده في العالم معلقه في العالم المعلقه. لا ما هو المسلات عندنا كتير طبعا كتير، واي نروح اي بلد بنلاقي يعني في باريس بنلاقي، اعتقد ان في روما تركيا موجوده، روما موجوده، المتروبوليتان موجود، سنتر بارك في امريكا موجود، في كل حته، في ايطاليا موجود، الفاتيكان موجود، موجودين دايما يا رب، دايما وجودنا في كل مكان. رمسيس الثاني التمثال ده طبعا يعني له قصه كبيره جدا. من 100 رهينه كان موجود بالظبط، وبعدين قول لي بقى بالسنين بقى حصل ايه؟ هو الكشف طبعا على التمثال ده في 100 رهينه اللي هي كانت عاصمه مصر القديمه. ده كان مكانه الأصلي. يعني سنة 1820 تم الكشف عن التمثال ده. طبعا التمثال كان مقسر إلى 6 أجزاء، فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر أمر بنقل التمثال من 100 رهينة عشان يتم عرضه في باب الحديد. وطبعا كان معروف بميدان رمسيس، بتحول بعد كده باب الحديد، بعد كده ميدان رمسيس، ده محطة مصر. تلاقوا في أفلام كتير جدا أشهرها إيه؟ يوم من عمري. يوم من عمري بالظبط. فطبعا التمثال تم ترميمه وتجميعه يعني بطريقه عبقريه. كان نحات مصري عالمي احمد عثمان طبعا تم تجميعه وترميمه الى عام 2006. هنا بقى جاء القرار. يعني العبقريه، احنا يوميا الحمد لله في مصر بنكتشف اثار. عبقريه الفنان احمد عثمان ان هو يعيد التمثال لنفس الصيغه القديمه بالظبط. كل النسب التشريحيه هو راعى، طبعا فنان طبعا وفنان عالمي، راعى النسب التشريحيه الخاصه بالتمثال في الاجزاء المفقوده، وجمع التمثال لحد 2006. وحضرتك طبعا 2006 كان يوم طبعا تاريخي، كان يوم عالمي متابع هذا اليوم. طبعا 2006 تم نقل التمثال الى المتحف المصري الكبير، ظل فتره كبيره بره لحد طبعا في 25 يناير 2018 اول قطعه اثريه تدخل المتحف المصري الكبير، في المتحف واتعرضت في المتحف. تمثال من الجرانيت طبعا ضخم جدا، صعب 83 طن 83 طن 11.5 متر، طبعا عمل مهول وعمل جبار يعني. فالحمد لله عبقريه بيستقبل العبقريات
مستمره، من مستمرة. عبقريه من المصري القديم للمصري الحديث. القديم للمصري الحديث. موضوع صعب فعلا يعني. بالظبط. شايف الضيوف السياح يعني رغم ان هي قطعه واحده موجوده في البهو بتاع المتحف، بس يعني ايه ممكن يكتفوا بيه، اللي هو انبهار شديد جدا بالتمثال بتاع رمسيس هو الثاني. اسلوب العرض المتحفي هنا في المتحف المصري الكبير مميز جدا. يعني هو برضو اوضح لحضرتك ان المتحف هنا الزياره الان مقتصره في تشغيل تجريبي للمسله، الرمسيس، الملك والملكه، عمود ميرن متاح، والدرج العظيم اللي هو بينتهي ببانوراما عرض رائعه اللي هي الايه الاهرامات الثلاثه. ده كله مفتوح للزياره بالاضافه ل 10 تماثيل للموجودين هنا للملك سنوسرت. احنا عندنا طبعا بنكمل بقى مع حضرتك الرحله بعد رمسيس عمود الملك ميرن متاح اللي هو تم الكشف عنه في المطريه وتم نقله الى القلعه، وبعد كده تم نقله الى المتحف المصري الكبير. ومن ضمن الحاجات الجميله هو مش عنصر معماري، العمود ده مش عنصر معماري ولكن هو زي ما اشبه بالنصب التذكاري اللي هو خلد فيه الملك ميرن بتاح النصر على الليبيين لما غاروا على الحدود بتاع مصر وطلع بحمله كبيره وادبهم وانتصر عليهم فتم تخليد الانتصار بهذا العمود الرائع، العمود اللي هناك من الجرانيت. ايه الفرق بين العمود والمسله؟ يعتبر ده بنسميه عمود، والمسله ده عمود المسله، المسله اللي هي اللي كان عند البنبن اللي هو اللي بيبقى الاخير